يكاد الخلاف الإلكتروني بين المغرب والجزائر يهدأ قليلا حتى يشتعل من جديد. فمواقع التواصل الاجتماعي ضجت بعد مقتل سائحين مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائرية بعد أن تخطيا الحدود المائية بين البلدين. الإعلام المغربي تحدث عن وفاتهما بظروف غامضة، وبحسب وسائل الإعلام فإنه على متن هذه الدراجة المائية بدأ 4 شبان مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية رحلتهم المائية من مدينة السعيدية المغربية الساحلية، لكنهم تاهوا في طريق العودة وفقا لشهادة أحدهم. فبعد أن تخطوا المياه المغربية وصلوا إلى المياه الجزائرية، وهناك أطلق خفر السواحل الجزائري النار وفقا للشهادة، فتوفي 2 واعتقل 3، وتمكن الأخير من الفرار والعودة للمغرب وهو صاحب الشهادة. الحادث بحسب التقارير وقع في المنطقة الحدودية البحرية بين المغرب والجزائر. مشاهدينا، الحدود المشتركة بين البلدين يبلغ طولها نحو 1560 كيلومترا، ونهاية خط هذه الحدود بين البلدين يقع في مدينة السعيدية الساحلية بالمغرب. هذه هي المدينة هنا، وهذا شاطئ السعيدية الذي خرج الشبان منه للقيام بجولتهم البحرية على متن الدراجة المائية، وتخطوا المياه المغربية ودخلوا المياه الجزائرية. وكما ترون فإن المياه والحدود البحرية بين البلدين تكاد تكون واحدة. الغضب على الخبر بدأ في المغرب بعدما نشر صياد كان في المنطقة مقطع فيديو مصور يوثق الحادث، وفيه ظهرت جثة رجل تطفو على سطح الماء وتتحرك يمينا وشمالا مع الأمواج. فتداول رواد مواقع التواصل الفيديو وأرفقوه بالتعليقات الغاضبة والحزينة، محملين خفر السواحل الجزائري المسؤولية. محمد القيسي شقيق بلال القيسي وهو أحد الضحيتين كان الناجي من المجموعة والذي عاد للمغرب بعد الحادث، وروى لموقع لو 360 الإخباري المغربي ما جرى. جات الزوجاك تاع الجزائر، لا مارين تاع الجزائر، يعني شويه نبعد عليهم، وخويا اللي توفى وصاحبي الاخر اللي راه محبوس في الجزائر قبضوهم، هضروا معاهم، ومن قربت لخويا قلت له واش قالوا لك، دار لي غير هكا بيدو، زعما المغرب راه تما من هذيك الجهه، راه تما المغرب. من قال لي هكا مشينا ساهتين ونسمع القرطاس تك 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 القرطاس، انا منعت انا الحمد لله منعت، بصح قتلوا خويا بلال القيسي 29 عام، صاحبي عبد العالي مشاور 40 عام، وصاحبي قاسوه بالجيتسكي، قاسوه بالزوجاك، قلبوه دخلوا فيه بالزوجاك وتيراو عليه وراه محبوس. سمعتم كلمة القرطاس وهي تعني طبعا الرصاص، ولكن على كل الأحوال تم دفن الضحيتين في جنازة شهدت حزنا عميقا على وفاتهم. وفي تلك الجنازة وجه أقارب الضحيتين المساءلات والنداءات للسلطات المغربية للتحرك وفعل ما ينبغي لاستيضاح ما حدث لأولئك المواطنين المغاربة. ولكن ما أثار تساؤلات المغاربة هو أنه حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من المغرب، بل إن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس عندما سئل في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عن موقف الحكومة مما جرى والإجراءات التي ستتخذها بعد الحادث، اكتفى بالقول إن هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية. السؤال اللي طرحتيه سي شاكير هذا عادة هذا من القضايا اللي من اختصاص السلطة القضائية. طبعا كما ذكرنا الشابان يحملان الجنسية الفرنسية أيضا، وعلى عكس السلطات المغربية علقت الخارجية الفرنسية على الحادث وأكدت مقتل شاب فرنسي واعتقال آخر، حيث قالت وزيرة الخارجية إن مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل. غضب المغاربة مشاهدينا انعكس بالتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، والسجال مع جيرانهم الجزائريين ما يزال محتدما بعد الحادث. صاحب حساب ويسترن جرين يقول: لو دخل المغاربة المياه السنغالية أو التونسية أو المصرية أو حتى الإسبانية أو الباكستانية لن يتعرضوا للقتل بهذه الطريقة.
كان خطأ. المفروض التحدث معهم ثم إعادتهم لوطنهم ليعلم من أطلق النيران أن هذا يسمى قتل النفس وستدفع الثمن غاليا. هذا ليس دفاعا عن الحدود. أما حسين فيقول البحرية الجزائرية لم تقتل مغاربة، بل قتلت من اعتدى على إقليمها البحري دفاعا عن ممتلكاتها فقط لا أكثر. لم ولن ننسى سائقي الشاحنات الأبرياء الذين قتلوا في قصف مغربي متعمد على الحدود المغربية الموريتانية، وبعدها استنكروا فعلتهم كأن شيئا لم يحدث. يبدو أنه يقصد نكروا فعلتهم. أما كمال ناجي فيقول تعليقا على تصريحات الحكومة المغربية صراحة والله ما بقاش عندي رغبة نسمع أجوبة وتعليق الحكومة على أمور شعبنا لأنها كلها محبطة. أما كريم أخيرا فيقول أقل رد فعل من المملكة المغربية تجاه الجهلاء هو قطع العلاقات وغلق الأجواء مثل ما غلقوها من طرف واحد. سياسة اليد الممدودة لن تجني شيئا مع النظام القائم حاليا.